السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمناو يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة، وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات. اليوم الإخوان غادي نتكلموا على فرنسا اللي فاز بالصفقة ديال القطار فائق السرعة اللي كان ما بين مراكش أو اللي غادي يكون ما بين مراكش والقنيطرة، يعني بوادر الانفراج للأزمة الفرنسية المغربية تلوح في الأفق. ولكن سؤالنا المطروح، واش فرنسا رضخات للشروط المغربية أم لا؟ لذلك غادي نشوفوا فلسطين او شعب فلسطيني او فئه من الشعب الفلسطيني هزوا هذيك الخرقه او الشرويطه ديال بوليزاريو في الملعب، وهذا الشيء نشرته قناه رسميه فلسطينيه. بقاو معايا الاخوان شوفوا التفاصيل ديال هذا الموضوع. دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا بالضغط على زر اعجاب، كذلك بالبارطاج والاشتراك، وهذا فضلا منكم وليس امرا. ودائما احنا مستمرين في القضيه المقدسه عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضيه الصحراء المغربيه. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقدين، وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب الا الله. على بركه الله غادي ندخلوا صلب الموضوع. مجددا إخواني أخواتي، تأكد رسميا مهمة إنجاز ثاني قطار فائق السرعة في المغرب جاء من نصيب فرنسا، حيث أعلنت شركة الهندسة الفرنسية العاملة في مجال البنى التحتية والنقل إيجيس، أعلنت إنشاء خط سككي ثاني ليعد تكملة للخط الأول واللي غادي ينطلق من طنجة، بالإضافة إلى ربط بالدار البيضاء من بعد مراكش. فرنسا إخواني أخواتي انتزعت هاد الصفقة من الصين اللي كانت عبرات على الاستعداد ديالها لتنفيذ هذا المشروع، ولكن جات الشركة الفرنسية وانتزعت هذه الصفقة من الصين. واللي جاء في بيان صحفي واللي صدرته الشركة المعنية، أكدت أنه بعد نجاح أول خط في إفريقيا، خط طنجة الخنيطرة واللي ممتد على مساحة 200 كيلومتر، غادي يواصل المغرب تطوير خطوط ذات سرعة عالية. لذلك هذا المكتب الوطني للسكك الحديدية فالشركة الفرنسية ستواكب تنزيل الأشغال والتحكم الخارجي لخط القنيطرة مراكش على طول 430 كيلومتر. وأورد البلاغ أن المغرب يريد مد خط القطار الفائق السرعة إلى مراكش على مساحة 450 كيلومتر. هذا المشروع اللي يندرج في إطار تطوير المخطط السككي المغربي ل 2040 كتعتبر تحدي استراتيجي في مجال تطوير القطارات العالية السرعة وربط المدن الرئيسية في المملكة المغربية، مع ضمان خدمات عالية الجودة للركاب اللي غادي يستعملوا شبكة القطارات. كذلك تمت الإشارة إلى أن الشطر الأول من هذا المشروع غادي يربط ما بين القنيطرة وعين السبع على مسافة 150 كيلومتر، والشطر الثاني اللي غادي يربط ما بين عين السبع والنواصر على مساحة أو على مسافة 130 كيلومتر، والشطر الثالث اللي غادي يربط ما بين نواصر ومراكش على مسافة 230 كيلومتر. وأشار هذا البيان إلى أنهم أمام التحديات اللي واجهت دراسة هذا الخط. أوكل المكتب الوطني للسكك الحديدية مهمة المساعدة في الإدارة ديال هذا المشروع إيجيس، واعتبرت الشركة الفرنسية أنه مع هذا الخط أو مع مد الخط الجديد 430 كيلومتر سيكون إجراء تلك الدراسات فترة أو لفترة زمنية قصيرة نسبيا تحدي حقيقي، ويبقى الهدف هو التعامل مع الصعوبات الخاصة بكل منطقة جغرافيا مع ضمان الاستقلال الأمثل للشركة. تمت الإشارة كذلك أن القسم ديال عين السبع النواصر كيتعلق بدراسات كتهم 60 كيلومتر من مسارات حركية النقل الرباعية العالية جدا ووسط مجال حضاري مقيد، وهذا كيتطلب انخراط قوي من مصالح مكتب السكك الحديدية المغربية. في الحقيقة رغم وجود أزمة بين البلدين بدون موعد مصالحة أو على الأقل ربما هناك موعد ولم يتم الإعلان عنه رسميا، خصوصا التسريبات اللي تم التداول ديالها مؤخرا اللي كتقول ان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله كان كيرفض الرد على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. تسريبات مؤخرا كتقول باللي جلالة الملك محمد السادس اعطى الضوء الاخضر للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لزيارة المغرب خلال المكالمة. حسب وسائل اعلام فرنسية كتقول باللي هذه المكالمة اللي دارت ما بين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دامت أو امتدت إلى أزيد من نصف ساعة. فما دام جلالة الملك حفظه الله أعطى الضوء الأخضر لإيمانويل ماكرون، إلا وأن فرنسا رضخت لشروط المملكة المغربية، وبطبيعة الحال كانت أول بوادر ديال الانفراج ديال العلاقات هي التصويت في الجلسة ديال مجلس الأمن لصالح المغرب.
فرنسا كنا كنتوقعوا كاملين انها غادي تصوت ضد المغرب، ولكن فرنسا فكرت في المصلحه ديالها وصوتت لصالح المغرب. هذه هي اول خطوه اللي دارتها فرنسا لحل الازمه ما بين المغرب. كذلك فرنسا اعتذرت على رفض التاشيرات ديال المغاربه، واليوم كنتظروا ان فرنسا تخرج من الضبابيه وتعترف رسميا بمغربيه الصحراء. اما الان غادي نمروا للموضوع الاخر او الموضوع الثاني، وهو فلسطين او فئة من الشعب الفلسطيني يهزوا هذيك الشربيطة ديال البوليزاريو كما غادي تشوفوا في الصورة اللي أمامكم. وهذا استفزاز واضح من فلسطين للمغرب، في حين كتشوف المدن المغربية كتلقاهم رافعين العلم الفلسطيني. سبب هذا العلم الفلسطيني كياخدوها القنوات الجزائرية كأن المغاربة رافضين التطبيع. احنا بطبيعة الحال أكثر شعب اللي كنساعدوا فلسطين في المدارس، في الشوارع، في الجامعات، في المحافل، في كل مكان من الصغر ديالنا وحنايا مع القدس ومع القضية الفلسطينية. ولكن الشعب المغربي إلا ساعد الشعب الفلسطيني ماشي ضدا في إسرائيل. وثاني حاجة، المغرب ما مطبعش مع إسرائيل وإنما رجعنا العلاقات مع إسرائيل. بكل بساطة عندنا أكثر من 2 مليون ديال يهودي مغربي، إضافة إلى أننا لقينا الخير في إسرائيل وما لقيناش في الجيران ديالنا المسلمين اللي باغيين يقسمونا وباغيين يضروا بالمملكة المغربية. المغرب ما كيتأخرش في مساعدة فلسطين. المغرب بنى مطارات في غزة، بنى مدارس، بنى مستشفيات في غزة، وأن النسبة ديال المغرب هي 85% من تمويل ديال صندوق بيت المال القدس. كنشوفوا اليوم فلسطين عبر التلفزيون الرسمي يحملون ديك الخرقة ديال بوليزاريو. فعلا امر خطير جدا. احنا المغاربه كنعترفوا بفلسطين كدوله، ولكن اليوم نتوما كتقارنوا راسكم مع الشرذمه، مع واحد المحتجزين، مع واحد الشمكاره والشلاهبيه. اذا كل ما يروج عنكم فهو صحيح. نهار هاجمتوا السعوديه وأيدتم الحوثيين الإيرانيين الشيعيين ضد الإمارات وضد السعودية، واليوم بقى لكم المغرب وكتقارنوا فلسطين بالصعاليك بالشرذمة ديال بوليزاريو. فاليوم لا فرق بينكم وبين الشرذمات، لا فرق بينكم وبين الانفصاليين المرتزقة ديال بوليزاريو، مع احترامي لكل الفلسطينيين الأحرار. اذا اخواني اخواتي، حتى لهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. كنتمنى منكم انكم تدعموا هذه القناه بالضغط على زر الاعجاب، وكما كتلاحظوا ان القناه كتعرض لهجمات وكتعرف واحد السقطه غير مسبوقه. لذلك متتبعين الكرام كنتمنى منكم الدعم، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء، مع الاحباب، مع المغاربه الاحرار. دمتم في رعايه الله، وشكرا لحسن المتابعه. شكرا كذلك للتعاليق ديالكم الجميله واللي كتخلي لنا واحد البصمه راقيه على قناتكم المتواضعة عالم إسكا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.